السلام عليكم، نهاركم طيب إن شاء الله. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا راح نديروا مع بعضنا دي بولات، راح يكونوا بالسلق والبلون دو بولي ولا صدر الدجاج والرز، ولاصوص تاعهم راح تكون حمرا كما راكم تشاهدوا صوص طوماط. نبداو مباشرة مع المكونات. هنا واش عندي البنات؟ عندي نصف صدر دجاج كنت رحيته، عندي هنا حوالي كاس تاع رز غليته في الماء وشللته بالماء، في الماء والملح طيبته. عندي هنا لا شابلور، عندي راس كبير تاع بصلة كنت رحيته ولا ربيته. راح نحتاج النصف تاعو في لافارس والنصف الآخر في لاصوص طوماط. نحتاجو بيضة كاملة، ونحتاجو زوج سنات تاع ثوم يكونوا مربيين، ونحتاجو كذلك راني نسيت السلق، كنت مصفياتو ونسيت ما حطيتوش مع المكونات. هنا السلق البنات تاعكم تنحيو غير الأوراق، تغسلوهم مليح، طيبوهم في الماء والملح حتى يطيبوا بيان، تصفيوهم وتعصروهم مليح من الماء وتضيفوهم مع باقي المكونات كما راكم تشاهدوا هنا. بعد ما صفيتهم بيان ضفتهم للمكونات هذوك. هنا البنات تكون كمية الدجاج المرحي نفس كمية الأرز ونفس كمية السلق. درت هنايا شوية تاع دبشة كنت قطعتها، وضفت هنا حوالي قلت لكم زوج سنات تاع ثوم مربيين. نضيف شوية تاع لا شابلور ولا الخبز المرحي، نضيفو البيضة كاملة، ونروحو نديرو التوابل. بالنسبة للتوابل هنا البنات راح ندير الملح، فلفل الكحل، شوية كزبر، تقدروا تزيدوا شوية تاع كمون كذلك، زنجبيل وخلطة تاع الدجاج. توابل ديروا كيما بغيتو، تقدروا تكتفيو غير بالملح والفلفل الكحل والكمون. ضفت كذلك مغرف صغيرة تاع طماطم صبرة، فوالا. بعد ما ضفنا كامل المكونات اللي سبق وقلت لكم عليهم، نجيو دركا نعجنوهم باش ديروا كرات ولا ديبولات. هنا البنات كي تعجنوهم، هنا درت ثاني كذلك نصف كوب تاع ماجي ولا جامبو دجاج، اختياري تحبوا ديروه تحبوا لا، انا ضفته غير لداخل في لي بولات هذو. ونبدا نعجن فيهم ونعجنهم بيان البنات باش نديرو دي بولات. هنا كي تعجنوهم لكان شتوها جات طريه بزاف معاكم، بقاو ضيفوا لا شابلور حتى تحسوها بلي تقدروا تكوروها. باش تحبسوا حطوا لا شابلور برك قدامكم وضيفوا اشاك فوا حتى تحسوها كيما قلت لكم تقدروا تكعبروها. هنا راني نعجن، ندخل كامل هذوك المكونات مع بعض، الرز والسلق والدجاج. راح يجيكم ان ميلونج دو غو هايل 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 بنا ما شاء الله البنات، وتجي كمية فريمون لبس بها، يعني غدا وعشاء ولا عندك ضياف ولا راح تكفيكم بزيادة وبريزونطابل بزاف. ونحاولوا نغيروا شوية من لي غوسات تاع السلق التقليدية. هنا ضفت لقيتها مازالت جارية شوية معايا، ضفت لها فتات الخبز ولا لا شابلور باش نقدر نكورها بسهولة. هنا لقيتها بلي مازالت خاصة شوية حاجة قليلة برك، كملت الباقي تاع لا شابلور اللي هي كانت كاس تاع شابلور. دركا هنا نكملها كامل نعجنها بيان ونبدا نكور فيها. هنا ندير كامل لي بولات تاعي، ومن بعد نروح نمرمد نحط شوية زيت في المقلة تاعي، ما تكسروش غير جوست برك باش نحمروهم. نديروهم في لافارين بيان ونقليوهم غير ما يتحمروا شوية برك، ونحيوهم باش نروحو نحضروا لاصوص طوماط تاعنا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا راني نكور، غسلت يديا مليح ونجي نكورهم يتكوروا معاكم بكل سهولة. فوالا ونحط هنا نكعبر ونحط حتى تكملوا كامل الكمية.
هنا البنات لي بولات تاعكم ما ديروهمش كبار بزاف وما ديروهمش صغار بزاف، عادي متوسطين. فوالا دوكا كيما راكم تشوفوا حتى الزيت يسخن، ونجي نلوح في الفارينه كيما تشوفوا ننفضهم مليح من لافارين باش ما تفزدليش الزيت تاعي. فوالا نفضهم بيان من لافارين وحطوهم يتحمروا، راح ما يديوش وقت كبير معاكم البنات، ليه كالكو مينوت بركو يتحمروا لكم، باسكو مش لازم يطيبوا، غير يتحمروا برك شوي من برا باش يجيو بنان ويخثروا لنا لاصوص. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا هاني نقلب فيهم، النار تكون قويه عاديه، قويو للنار عادي، ونحيهم كيما راكم تشاهدوها معاكي. بعد ما كملت كامل كميه حطيتها بجهه وجيت نحضر لاصوص تاعنا طوماط. انا هنا راح نحضرها بالشامبينيون الكامل، يعني موش هذاك المقطع. حطيت شويه من هذاك الزيت بعد اللي حمرت فيه لي بولات تاعي، وضفت عليهم كميه من الفطر ولا شامبينيون، حركتهم بيان حتى نتحمروا لي مليح باش يجيونا ثاني بنان ما يجيوش صامتين. فوالا بعد ما تحمروا مليح ضفت عليهم سنه تاع الثوم كنت ربيتها، نقليها غير شوي كيما تعرفوا الثوم في ساعة يتقلى معاكم باش ما يتحرق لكمش مباشرة. حطوا عليه البصلة، هنا هذيك الحبة تاع البصل الكبيرة كيما قلت لكم نص درتو في لي بولات ونص راح نديرو هنا في لاصوص طوماط. هنا ديروا البصلة تنقصوا عليها شوية النار وتخليوها لازم تذبال مليح البصلة باش ما يجيكمش لو تاعها من بعد ولا ما تحسوش بها تقلقكم. تغطيو عليها وتخليوها تذبل في عقلها. بعد ما ذبلت لي مليح هذيك البصله، شوفوا كيفاه ذبالت وطرات معايا مليح، نبقاو نضيفو في المكونات غير بشويه. دوكا نروح ندير مغرف كبيره تاع صلصه الطماطم ولا طماطم مصبره، نقليها حتى هي شويه مع هذيك البصله والشامبينيون والزيت. بنات تقدروا ديروا زيت وزبده عادي على الاول تجيكم بنينه احسن واحسن. انا هنا كانت خلصت لي لا مارغرين ما بقاتليش، درت غير الزيت. فوالا قليوها غير شويه برك ومن بعد نروحو نديروا لها الملح. هنا ديروا التوابل، ما تكثروش توابل بزاف في لاصوص طوماط، ديروا ملح فلفل الكحل شويه كزبر، سورتو الكزبر يعني ديروا الكزبر مليح، يحب لي صوص طوماط ولا اي صلصه حمر يحبوا بزاف الكزبر، سورتو كي يكون جديد. انا عندي واحد الكزبر يهبل يا البنات ملحي ريحته تهبل. ديروا مغرف صغيره معمره شويه كزبر وشويه فلفل الكحل وملح، هذا مكان. تحبوا تضيفوا توابل اخرى ضيفوا راس الحانوت ولا كيما تحبوا. فوالا بعد ما ضفت التوابل زدت ضفت حبة طماطم مرابية على هذوك التوابل وعلى هذوك المكونات، نحركها حتى هي نقصوا النار مليح وخليوها تكتك في عقلها شويه برك ماشي بزاف، حوالي 2 ولا 3 دقائق. فوالا بون هنا كانت عندي شويه تاع جلبانه بقات لي طايبه يعني دزت ضفتها باش نديرو شويه الوان برك في الصحن تاعنا وتجيه باهيه. تقدروا تضيفوا ثاني السناريه ولا الجزر مقطع تحطوه ثاني عليها، هنا تضيفوا واش حبيتو نتوما في لاصوص تاعكم، واش بغيتو ديروا. فوالا هنا بعد ما تقلات شوفوا كي تقلات لي مليح وطلقت هذيك الطماطم الماء تاعها ومن بعد عاودت نشفت. دوكا نضيف لها قرين فلفل حار ونجي نمرقها بالماء يكون سخون ولا عادي. هنا ضفت لها كأس تاع ماء، لكن راح نزيد نضيف فيما بعد شويه برك نحب نحط لي بولات. هنا غطيت عليها والنار كانت متوسطه باش طيب لي هذيك الجلبانه طايبه مي مش طايبه مليح. طابت لي هنا شويه هذيك الجلبانه لقيتها بلي طابت سي بون. دركا نروحو نحطو عليها، قلت لكم ما تمرقوش مليح باش كي تحطهم بعد هذيك لي بولات ما تفيضش لاصوص هذيك تاعكم، يعني كي تحطوا لي بولات وشوفوها لا مازالت خاصه ضيفوا الماء قسما يتغطاو هذوك لي بولات تاعكم. فوالا نضيفهم هنا وكل شيء سهل الطياب كيما تعرفوا ديجا ني قليتهم كي قليتها ديجا اي شمت قاسها ديجا طياب شويه هذوك لي بولات. دونك هنا راح ياخذوا معاكم يا ربي 10 دقائق وتطفيو ويكون كل شيء حاضر معاكم. شوفوا هناك فجات الكميه الله يبارك لبس بها. ودركا نروح نزيد الماء عادي وندخلو مليح هذوك لي بولات في لاصوص هذيك، نحاولوا نحركوها بيان باش الماء هذاك ما يبقاش في فرجيها وتجيك صامته. حركي هاكا بالطريقه هذه ودخلوا هذوك لي بولات تاعكم بيان. هنا غطيو عليهم ومن بعد عاودوا ارجعوا زيدوا عاودوا حركوهم باش هذوك لي من الفوق يزيدوا يهبطوا لتحت ويطيبوا لكم كامل مع بعضهم وتخثر. دوك تشوفوها بعد ما طابت. فوالا خليتها هنا 10 دقائق با بلوس. شوفوا كيفاه طاب كل شيء
واختارت لاصوص وجات ما عندي ما نقولكم في البنة. كانت هذه هي الوصفة تاعنا. انا قدمتها مع سلطة خفيفة برك تاع روز، بقالي شوية روز درتو سلطة. وشوفوا كيفاه جاتنا من داخل طرية بنينة كل شي طايب مع هذيك لاصوص خاثرة. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. نلتقي في وصفة اخرى. سلام.